اسمه صالح. المخابرات المصرية جندته وضحك على الإسرائيليين وبقى أصغر جاسوس في التاريخ. ولحد النهاردة الموساد منسيش الألم اللي خده من عيل قدر يدخل جوه معسكراتهم ويجيب كل المعلومات المطلوبة. بعد نكسة 67 المخابرات العامة كانت بتفكر في أي طريقة تجيب بيها معلومات من مواقع العدو. وفي ليلة اتسلل ضابط في المخابرات اسمه كيلاني لسينا، وكان متنكر في زي أعرابي، وفضل ماشي في الصحراء لحد ما قابل بير مية وراح يشرب منه. وساعتها شافوا والد الطفل صالح وكان اسمه عطية. ابتدى الكلام بينهم والضابط قال له انه تاجر ومستني شحنة، وصمم الحاج عطية السيناوي يستضيفه في بيته لحد ما توصل الشحنة. وافق الضابط كيلاني وراح معاه، وهناك شاف صالح بيرعى الغنم ويربي الفراخ، وجت على باله أخطر فكرة إنه يجند الطفل ده. وبعدها بقى يقعد مع صالح ويتكلم معاه، واتفاجئ إن استيعابه عالي جدا، فقرر يتوكل على الله ويجنده. فات كام يوم والضابط كيلاني قال للحاج عطية إنه هيمشي لأن الشحنة اتأخرت، وشكروا على استضافته. وهو ماشي قال لصالح يقابله جنب صخرة عند الشط. وفعلا حصل اللقاء الأول هناك، وبعدين اتقابلوا كذا مرة، وطول اللقاءات الضابط كان بيديه تعليمات وإرشادات وبيدربه. لكن أهم حاجة كانت إزاي الطفل يدخل مواقع الإسرائيليين بحرية. وفضلت المخابرات تدور على طريقة لحد ما في يوم صالح رايح يقابل الضابط كيلاني في مكانهم المعتاد، وكان شايل معاه طبق بيض. وهنا قال كيلاني وجدتها. الفكرة باختصار إن صالح بيبيع البيض جوه المواقع للجنود الإسرائيليين، ولأنه طفل هيكون بره دايرة الشك طبعا. وفعلا نجحت الخطة، وابتدى صالح يدخل مواقع العدو وكمان يعمل صداقات مع الجنود. وكانت المخابرات المصرية بتديله كل البيض اللي بيحتاجه عشان يدخل أكتر عدد من المواقع ويجيب معلومات منها. وبعد شهر تقريبا ابتدت مهمة الطفل في جمع المعلومات بطريقة تلقائية بالمشاهدة والملاحظة والكلام مع الجنود بطريقته البريئة. ومع الأيام بقى يدخل ويخرج بحرية شديدة حتى من غير البيض. وبعد كل زيارة كان بيرجع للمخابرات المصرية ويحكي كل اللي شافه. وابتدت المرحلة التانية لما المخابرات دربت صالح على وضع أجهزة تجسس جوه غرف القيادة، تقدر من خلالها